الفزلكة مش هي الخلطة السرية عشان الفيلم يشدك ويعيشك تجربة ممتعة. مش لازم الفيلم يكون معقد ومكلكع عشان يكون فيلم حلو. في أفلام كتير بتعرف ازاي تلعبها ببساطة وتطلع بشكل كويس وتخليك قاعد قدام الشاشة وانت مستمتع. ومنها فيلمنا النهاردة فيلم ذا ريب. أهلا بيكم في فيلمولوجي. فيلم ذا ريب او ليله القبض على المال والثقه اتعرض من قريب على نتفليكس، وبعد ما اتفرجت عليه قررت اعمل لكم مراجعه عنه في اقرب وقت عشان اقول لكم اذا كان الفيلم يستاهل وقتكم ويستاهل انكم تتفرجوا عليه ولا لا. فيلم ذا ريب من بطوله مات ديمون وبين افليك ومن اخراج جو كارناهان اللي عمل لنا افلام زي سموكن ايسز ونارك وذا جراي، ونقدر نقول انه مخرج عنده خبره كبيره في افلام الجريمه والاثاره، وده التصنيف اللي بينتمي له فيلم ذا ريب. وبصراحه انا بحب افلام الجريمه عشان في الغالب بيكون قصتها مكتوبه حلو قوي، واجواء افلام الجريمه بالذات بتفصلني عن كل حاجه وبتخليني مشدود لقصه الفيلم. حرفيا بحس اني اتفصلت من العالم ودخلت جوه عالم الفيلم. بصراحه فيلم النهارده نجح انه يعمل ده بشكل حلو قوي. قصه الفيلم مبنيه على احداث حقيقيه، وصناع العمل قدروا يحكوا القصه دي بشكل جميل جدا. القصه كانت ممتعه جدا لدرجه ان ما حسيتش بلحظه ملل واحده وانا بتفرج على الفيلم. وبتدور احداث فيلمنا عن فريق من الشرطه بتتقتل زميلتهم زي ما بنشوف في اول الفيلم، وطبعا بيحصل تحقيق وسط المجموعه عشان يعرفوا ايه اللي حصل لها ومين ورا قتل زميلتهم، وهل الموضوع له علاقه بظابط جوه المجموعه فعلا ولا كان مجرد انتقام من عصابه بتتاجر في المخدرات. ومن هنا بتبدا احداث الفيلم انها تتصل. من بدايه الفيلم ومن بدري قوي بتبدا تظهر تساؤلات كتير قدامنا، ويمكن ده افضل فيلم اشوفه من فتره يقدر يدخلني بسرعه قوي جوه احداثه ويسحلني مع العالم بتاعه. دي بالنسبه لي حاجه حلوه. الفيلم ما خدش وقت طويل ولا زهقني عشان يدخل في القصه ولا كروت الدنيا وخلاني داخل الفيلم وانا تايه عشان بدا وهو مستعجل. الفيلم عرف يديني المعلومات اللي تخص الجريمه دي بذكاء واحده واحده، ومع الوقت هتحس انك قاعد معاهم فعلا وبتشوف الدنيا من مكانها. احداث الفيلم في اول دقايق حرفيا بتاخد منحى قوي ومكتوب بشكل كويس جدا. من اول ما بنفهم ان الشك بيدور حوالين زمايل الشرطيه اللي اتقتلت، وان في اعتقاد قوي ان واحد من الضباط دول ورا قتلها، وان التحقيقات للاسف مش عارفه توصل للمجرم الحقيقي ولازم حل عشان نعرف مين الخاين اللي بينهم. ورغم ان قصه الشك في افراد الفريق والبحث عن الخاين بينهم هي ماده خام ممتازه لفيلم جريمه، وحرفيا قصه زي دي لوحدها كفيل يتبني عليها فيلم كامل، ونفضل طول الفيلم بندور على مين هو الضابط اللي تسبب في ده، وبعد ما نعرفه ونكتشف الحل هنطلع من الفيلم مبسوطين. الا ان فيلمنا بيقدم لنا قصه كمان معاها، وهي القصه الاطول في الفيلم، واللي بتبدأ لما بيروح فريق الشرطة البيت المفروض انه عبارة عن مخبأ وفي فلوس كتيرة تجار المخدرات شايلينها في البيت ده، وفعلا بيبدأوا يدوروا على الفلوس دي، لكن بنلاحظ ان في كذا حاجة غريبة بتحصل اثناء مهمتهم دي، وثقتهم في بعض بتتهز ويبدأوا يخونوا بعض ويراقبوا بعض. فيا ترى ده بسبب الفلوس اللي جايين يدوروا عليها ولا الموضوع اعقد من كده؟ والاحداث بتبدا تتوتر اكتر لما في ناس غريبه من بره البيت بيعرفوا ان في مبلغ كبير جوه، وان الشرطه جوه بتدور على المبلغ. ويمكن اول سؤال بيجي في دماغنا، الناس اللي بره عرفوا منين واشمعنى دلوقتي؟ وبصراحه كتابه الاحداث كانت منطقيه جدا بالنسبه لي. الفيلم مليان تفاصيل حلوه ومكتوبه بعبقريه. اكتر من حاجه ذكيه قابلتني في قصه الفيلم وكنت مبسوط وانا بتفرج، زي مثلا اني كنت بربط الخيوط ببعض مع الوقت وبحاول افهم ايه اللي بيحصل قبل ما الفيلم يكشف لي عن الحقائق واحده واحده وبالتدريج. وبصراحه مش عايز احرق عليكم اي حاجه من التفاصيل دي عشان ما بوظش عليكم تجربه الفرجه على الفيلم والاستمتاع بقصته. ده كان بالنسبه لجانب القصه في الفيلم. اما من ناحيه التمثيل فبالنسبه لي مات ديمون تفوق على كل الممثلين اللي في الفيلم. اداؤه ممكن نوصفه بانه السهل للممتنع، وفي كتير من المشاهد ما حسيتش انه بيمثل من كتر ما كان بيعمل ده بشكل حقيقي، وده كان مناسب جدا عشان يقدر ينقل لي كميه كبيره من المشاعر اللي وصلها لي بكل شطاره. كمان تعبيرات وشه في لقطات كتيره كانت قادره تخليني احس بالمعاناه اللي هو فيها، وده بسبب ماضيه الحزين اللي هنتعرف عليه في الفيلم. وبالنسبه لبين افليك رغم ان اداؤه كان ممتاز وخلاني مستمتع بالفيلم اكتر، الا اني فضلت اداء مات ديمون عنه بصراحه. ممكن ده بسبب ان الدور اللي مات ديمون كان بيلعبه كان معقد اكتر، وكان في جانب نفسي والشخصيه كان عندها ماضي أليم، وده ادى لمات ديمون المساحه اللي يعرف يطلع فيها كل المشاعر دي وياخد راحته أكتر. واعتقد انها كانت فرصه جميله لمات ديمون عشان يظهر جزء من موهبته العظيمه اللي عارفينها من سنين، وده مش تقليل من اداء بين افليك ولا باقي الكاست خالص، بس مات ديمون في الفيلم ده قدر يغطي على الكل. تتفقوا معايا ولا عندكم راي تاني؟ ممكن نقول ان جمال الفيلم اعتمد على اكتر من عنصر او مجموعه اسباب خلت الفيلم تجربه ممتعه بالنسبه لي، ومن اهم الاسباب دي هي القصه طبعا، واللي كانت مكتوبه بشكل اكتر
اكتر من ممتاز بالنسبه لفيلم اثاره وجريمه، وده بسبب تصاعد الاحداث وربط خيوط كل الاحداث دي مع بعض. كمان الصدمات اللي هتظهر لنا على طول احداث الفيلم والالتواءات الموجوده في القصه كانت معموله بشكل ذكي وسلس قوي، وزي ما قلت لكم ما حسيتش ان الفيلم جاي يتفزلك او يقول لي حاجه مش منطقيه. وبصراحه كده فانا اشتريت القصه كلها وطلعت من الفيلم مبسوط. كمان في سبب تاني او خليني اقول ظاهره قدرت تخلي الفيلم ممتع قوي بالنسبه لي، والظاهره دي هي مات ديمون وبين افليك. ومش قصدي بالظاهره هنا ده ولا قدرات حد فيهم في التمثيل، ابو تقل دم امك، لكن الظاهره في رايي ممكن نسميها مات ديمون وبين افليك او اجتماعهم مع بعض. ودي من الحاجات اللي لازم نركز عليها شويه ونحاول نفهمها. وبجد مش ببالغ، لكن الكيمياء بين مات ديمون وبين افليك رهيبه. يمكن من اكتر الحاجات اللي كانت ممتعه بالنسبه لي في فيلم ذا ريب هي ظهورهم سوا. حبيت قوي اني بتفرج عليهم وهم بيمثلوا قصاد بعض. يعني انا مش متخيل اننا ممكن نبدل حد فيهم بممثل تاني، حتى لو الممثل التاني بيمثل افضل منه. بالنسبه لي ما كانش الفيلم هيطلع بالجمال ده. وبصراحه كل مره بشوفهم مع بعض في فيلم واحد ببقى عارف ان احنا داخلين على حاجه عظيمه، لاني ما شفت الثنائي بيطلعوا الاداء ده مع بعض زيهم. يعني عملوا 15 فيلم سوا ولحد دلوقتي الموضوع دمه مش تقيل، ولا عمري حسيت انه زاد عن حد. بالعكس انا بتمنى الموضوع يفضل مستمر وما يكونش اخر ظهور ليهم مع بعض في فيلم. بصراحة كده أكتر حاجة شجعتني إن أدخل أتفرج على فيلم ذا ريب إنه من بطولة مات ديمون، لأنه ممثل ذكي وبيعرف إزاي يختار أدواره كويس. على مدار تاريخ مات ديمون الفني فكل أدواره كانت لايقة عليه وكانت لايقة على طريقته في التمثيل، وما افتكرش إني شفت له فيلم أقدر أقول عليه فيلم سخيف أو إني ندمت إني ضيعت وقتي وأنا بشوفه. ودي حاجة بتميز ممثل عن ممثل تاني، لأن في ممثلين رغم إن موهبتهم جبارة لكن اختيارهم لأدوارهم ما بيكونش موفق قوي، وده مش بس بيكون ظلم للموهبة دي وإهدار ليها، لكنه كمان بيكون حاجة سخيفة بتكسر ثقة الناس في اختيارات الممثلين دول بعد كده. بالنسبه لي فمات ديمون واحد من اشطر الممثلين في اختيار ادواره. تفتكر مين تاني ممكن نثق في اختياراته الادوار؟ ولو شفنا اسمه مكتوب على فيلم فدي اشاره انه هيكون فيلم كويس. لو هوصف فيلم ذا ريب بكلمه واحده فهتكون انه ممتع، ودي حاجه كافيه بصراحه عشان الفيلم يعجب ويخليني ارشحه لحد انه يتفرج عليه. وبصراحه ما كنتش مستني من ذا ريب اكتر من انه يشدني عشان اكمله الاول وافضل متشوق اعرف ايه اللي هيحصل فيه، وان تصاعد الاحداث يكون مكتوب بشكل كويس، والاقي كل شويه حاجه جديده بتحصل ترجعني تاني جوه الفيلم، عشان حماسي اللي بدأت بيه في أول الفيلم يفضل مكمل معايا وما ازهقش زي ما انتوا ما زهقتوش وكملتوا الفيديو لآخره. انزل بقى اعمل كومنت ولايك وسبسكرايب اللي انت نسيتهم في أول الفيديو. بصراحة فيلم ذا ريب عرف يعمل تصاعد أحداث ممتع ومرضي ليا جدا في النقط دي. كمان الفيلم قدر يديني قصة حلوة ومكتوبة بذكاء، وقدر يلمس مشاعري ويحركها أكتر من مرة، وطول الفيلم ما حسيتش إن في حاجة مش في مكانها أو مخلية الفيلم مستفز بشكل سلبي بالنسبة لي. وبالنسبة للحاجات اللي ما عجبتنيش قوي في الفيلم فهي مش كتير، لكن ممكن نقول إن أداء بعض الممثلين ما كانش أفضل حاجة بالنسبة لي. وقت الفيلم كان طويل شوية بالنسبة للأحداث اللي بيقدمها، وبالنسبة لمشاهد الأكشن فكانت كويسة لكني كنت مستني أكتر من ده. وفي النهاية فتقييم الفيلم بالنسبة لي هو 7 من 10. لو شفتم الفيلم فقولوا لي رايكم فيه ايه، وايه اكتر حاجات عجبتكم في الفيلم، والسلبيات اللي ضايقتكم وما كنتوش راضيين عنها. ولو لسه ما شفتوش الفيلم فممكن تدوا له فرصه وتقولوا لي رايكم بعدها، وقولوا لنا حابين نتكلم عن ايه في الحلقه الجايه من فيلمولوجي. سلام.